السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم علي مقبول لتوريد وزراعة النخيل الحياني. ولكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة متواجدين في المزرعة اللي هي 60 فدان منجة. احنا دلوقتي ان شاء الله في منتصف مزرعة بالضبط. تصوير ان شاء الله، تصوير للجميع بإذن الله، وبالأخص للجماعة اللي هم شافوا الأرض في التصوير الأولاني وقالوا لي لازم تروح تصور لنا تاني. طبعا الارض زي ما انتم شايفين كده، هو انا في المنتصف المزرعه. تمام. طبعا الحاج عبد الله يصبح على خير. احنا كده في منتصف الارض. تمام. كده في حوالي من 30 في كده حوالي 30. تمام. يعني احنا كده في منتصف الارض. الحته ديت واسعه اهي، ديت لسه في ولسه في جناين تاني ورا البيت كمان يا جماعه. في جناين يعني. تمام. وديت في طريق هنا في منتصف الارض، وده هنا في طريق هنا عند التوك توك كده. عند التوك توك بتاعي كده ورا. تمام. هنروح نصور لكم ان شاء الله. طبعا يا جماعه من عند الميه، من عند الماتور والبيت والمزرعه الاثنين من جوه. من الناس طبعا احنا بسم الله ما شاء الله الحاج عبده بيجمع بسله. احنا استأذنا من الناس اهو. والله بسله حياة تبارك الرحمن. عشان ناكل بسله بس، يعني احنا تمام. اصل احنا ما ناكلش حاجه. طلع بسله والله حياة تبارك الرحمن يا جماعه والله. بسم الله ما شاء الله. ودي العيال اللي جامعينها هنا هم، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا السلام عليكم. طبعا احنا هنا ان شاء الله في اول مدخل المزرعه. المزرعه ادي المدخل بتاعها العمومي، ادي اهو الشارع. تمام. هناك البفتات ادي اهي، بفتات الناحيه الثانيه. لو انتم شايفين اوينك العربيات، حصل معكم بس نقطه التمركز. شايفين ده الاقليمي يا جماعه، ده شايفين الاقليمي هناك اهو، العربيات رايحه جايه عليه، شايفينه اهو ظاهر قدام حضراتكم في الكاميرا. تمام. ثواني لو تيجي حد عربيه تانية. تمام. يعني على بعد مثلا ايه 2 كيلو او كيلو. لا يا حبيبي. كيلو من هنا اهو كيلو، ما هو ظاهر اهو عند المبنى اللي هناك اهو. تمام. ده الشارع الاقليمي اللي ربط المحافظات كلها ببعضها يا جماعه اهو. تمام. اهو في عربيه جايه اهي معديه قدام حضراتكم. تمام. وده الشارع الثاني اللي هو جاي من ايه، من طريق الصالحيه الانطره. تمام. وده مدخل الايه المزرعه اللي هي ال60 فدان. تمام. وده المدخل على ايه الجامعه ده، هو على اول المدخل. وده الشارع اللي هو رايح على بطفيله كده، هو يعني لو لاحظت كده من ورا البيفت هناك. تمام. المدخل اهو ده رايح على بطفيله. طبعا احنا هنا على الخليج اللي داخل المزرعه، جاي من الطلعه المبطنه على بعد كيلو بالظبط. تمام. وده موتور من ضمن الايه المواتير اللي داخله على المزرعه. ودي غرفه استراحه فوق للموتور. والموتور مش عارف 60 او 70 حصان. طبعا المفتاح مع العمال اللي 30 حصان. تمام. والتاني الموتور الثاني 30 حصان. وطبعا المزرعه بتشرب من خليجين، يعني ده جاي من الترعه المبطنه بتاعت اللي هي قدام، وفي خليج تاني بيخدم عليها من الناحيه الثانيه، جاي من ترعه الاسماعيليه. من ترعه اسماعيليه. تمام. هنصور بقى من الارض يا حاج. يلا ماشي. ده كده طبعا احنا كده. اتفضل يا حاج. ده كده اول الارض من هنا. تمام. المنزل اهو. ولو جبت الماتور اهو، يعني عشان تعرف ان الماتور بينه وبين الارض مفيش 30 متر. ده الماتور اللي هو الصراحه. الماتور اهو 30 متر اللي احنا صورناه دلوقتي. تمام. وده المنزل اللي في الارض اهو. وده الكهرباء ده يا جماعه. وده المنزل اللي في الارض. تعال بقى ندخل جوه الارض. تمام. يا حد بس بدي اوضح نقطه بس بعد اذنك. اوضح النقطه للجماعه. احنا هنا شرق اسماعيليه يا جماعه، غرب اسماعيليه مش شرق اسماعيليه. مش شرق يعني مش البر الثاني، مش البر اللي هو البحيرات المره، الاراضي الرخيصه اللي بنسمع عنها، اراضي رخيصه في البحيرات المره وكده. ده يعتبر شمال سيناء. هو اسماعيليه ولكن تبع شمال سيناء، يعني بتعدي قناه السويس. لكن احنا هنا في الاسماعيليه يعني غرب. تمام. فهنا اراضي المانجا لما يبقى في ارض مانجا زي كده، فاراضي المانجا هنا غاليه.
تمام. يعني الناس اللي عارفه وزارعه مانجا واراضي بتشرب نيل زي كده، فهي عارفه ومتاكده ان الاراضي ديت يعني بتوصل ل 600,000 و700,000، وفي منها اراضي كمان لو على الشارع السريع راسا ويدينا زي كده يعني بتعدي المليون. بص يا استاذ علي، والشيح بسم الله ما شاء الله. بص تربه الارض يا استاذ علي، تربه الارض اهي رمله برصه، مفيش شوف يعني مفيش ريحه ملوحه. ريحه ملوحه مفيش. الارض اهي، شوف المنجايه لو فيها ريحه ملوحه كان نشفت. مظبوط. لكن شوف المانجا اهي طارحه. هصور لحضراتكم الزرع من جوه. طبعا زي ما انتم شايفين ده المدخل وده مدخل، تمام. والبيت هناك طبعا زي ما انتم شايفين الارض مقسومه كده برضو، متقسمه شوارع زي كده، تمام، محفوفه بالنخل. شوف الفول بسم الله ما شاء الله، شوف الفول، فول طالع حاجه تبارك الرحمن في الارض البرصه على الميه النيل، حاجه تبارك الرحمن والله. شوف المانجا بسم الله ما شاء الله مشيحه ازاي، شوف كده بسم الله بسم الله، شوف تمام. شوف كده حضرتك، تمام. نخش كده. طبعا مانجا نخل حياني يا جماعه، نخل حياني طبعا معروف رطب للمستهلك المحلي بسم الله ما شاء الله في مصر. والرطب ده بيتصنع عجوه، والعجوه مخزون استراتيجي لا محتاج مواد حافظ ولا ثلاجات. وطبعا عندنا كميات فسائل ان شاء الله بنوردها باذن الله للي محتاج اي فسائل ان شاء الله مستعدين باذن الله. تعالى بص على الخير يا استاذ علي، بسم الله ما شاء الله. شوف اللهم صل على سيدنا محمد. شوف بسم الله ما شاء الله. بص تعالى شوف الخير هنا عامل ازاي. ده الارض عايزه مزارع بس. ده الايه الفول الحريت يا جماعه. بص بسم الله ما شاء الله اهو طرح طبعا ومنور لسه. تعالى شوف البسله بقى. جوه بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه، شايفين البسله، شايفين البسله، شايفين كده بسم الله ما شاء الله. الله يعطيهم العافيه، الله ينور الرجال. شايفين يا جماعه النخل، شايفين البسله. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله يعني صبخوا المزرعه ونظفوها وحاجه تبارك الرحمن. يعني دكتورنا بفضل الله سبحانه وتعالى بيسلم المزرعه زيرو، يعني شغل عالي، تصبيخ ميه كل شبكه كامله. شوف البسله، بسله طبعا الجماعه اللي هي عارفه في موضوع الاراضي في البسله. طبعا شوف البسله على الميه النيل والارض، شوف ازاي عامله ازاي، المعدن عامل ازاي، شوف كده برصه، تمام. شوف البسله وقرون البسله عامله ازاي جوه كده، تمام تمام يا جماعه. شوف الشجره اللي بسم الله ما شاء الله. يعني الفول يا جماعه والله حاجه بسم الله ما شاء الله. الارض بتطلع كل حاجه، تطلع طماطم وكنتالوب وشمام وشهد، تطلع كل الخضروات، تطلع يعني بسم الله ما شاء الله، يعني خيار، فلفل، تطلع كل حاجه، تمام. نزرع فيها. طبعا المانجا زي ما انتم فاهمين المانجا موسم من اجمل المواسم في الاسماعيليه، هنا في محافظه الاسماعيليه. طالما شجره المانجا دي تطلع في الارض ما تقولش على اي زراعه تاني. صحيح، نشاوي. شجره المانجا دي هي الاختبار بتاع الميه. صحيح. لو المانجا دي مش موجوده في الارض اعرف ان الارض الميه بتاعتها مالحه. صحيح. الارض دي نشاوي، المانجا ديت يا جماعه نشاوي. تمام. نشاوي بسم الله ما شاء الله. يعني الايام بتاعتها جايه، وهي من اول السنه، والسنه اللي فاتت برضو بشرت، والسنه هتبشر. يا حج بدي اقول لك حاجه، احنا ان شاء الله هننشر الفيديو باذن الله إن شاء الله والتصوير للجميع إن شاء الله. بس طبعا الدكتور صاحب المزرعه طبعا هو قال كلمه جميله، يعني يا ريت توضحها للساده المشاهدين بالنسبه للسعر. والله احنا بالنسبه للسعر، ايوه، انا قلت له يا دكتور انت عايز كام؟ قال لي عند اخر سعر، وقول لي عند اخر سعر على بركه الله، عند اخر سعر، وقول لي الناس دي حطت كام في الارض دي. تمام. والله ان شاء الله رب العالمين ربنا سهل الامور، هقول لك توكل الله، هات الناس ونخلص في الدور. بس هو عايز كلام من الاخر. مظبوط. لان ارض زي ديت بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله. احنا مش بنشكر، انتوا شفتوا المنظر وشفتوا الصور وشفتوا البسله وشفتوا الدنيا وشفتوا الميه، ماتور هنا وماتور في اخر الارض، يعني ماتور في اول الارض من هنا وماتور في اول الارض من هنا. تمام.
وربنا يوفق ان شاء الله الجميع يا رب، اللهم امين. ويجعل لنا معاكم يعني لقمه عيش بس. اللهم امين. والله واحنا ناس كله في سبيل الله. احنا ناس امنا وماشيين بما يرضي الله. صحيح. ولكن احنا مش علشان ان احنا نروج الشيء علشان مصلحتنا، لا والله. احنا برضو زي انت عندي، يعني لما تدعي لي احسن ما تدعي علي. مظبوط بس مظبوط. لا أرد بسم الله ما شاء الله تستاهل. وسلام بقى. الله يسلم حالك يا حاج. ماشي في رعاية الله يا جماعة. يلا السلام عليكم.